السلام عليكم، ازيكم مرة تانية. النهاردة بنكمل كلامنا عن ايه اللي بيحصل في الانترفيو والديمو. دلوقتي بالفرض ان انت خلاص معاك كل المهارات اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وقدمت في مكان. اللي بيحصل سيناريو كالآتي، وطبعا بيختلف من مكان للتاني، بس ممكن تقابل الحاجات دي وانت داخل الانترفيو والديمو. رقم واحد طبعا هو بيشوف السي في بتاعك والكفر ليتر او اللينكد ان، وبيلاقي ان انت كويس مبدئيا، فبيقوم متصل بيك علشان خاطر تروح الانترفيو. طيب هل ممكن تروح الانترفيو فيس تو فيس كده مباشرة؟ ممكن يحصل خطوة قبليها وهي الفون انترفيو، ان هو يتصل بيك على التليفون ويدردش معاك شوية كده بالانجلش. طيب هو ليه بيعمل كده؟ هو بيبقى فيه اسباب مختلفة. اولا هو عايز يوفر على نفسه وقت، بدل ما يجيبك لغاية عنده وبعدين يكتشف مثلا ان الانجليش مش الدرجة اللي هو عايزها، فهو بيتكلم معاك في التليفون، يتأكد ان الانجليزي بتاعك كويس، يتأكد ان انت عندك معلومات عن طرق التدريس. احنا كده عدينا الفون انترفيو، بنروح بقى الفيس تو فيس انترفيو. بيحصل ايه؟ بيبتدي يقعد يتكلم معاك ويشوفك وانت بتقدم نفسك. طبعا ثقتك في نفسك في الكلام، لما بيكون بيسألك عن التحديات المختلفة اللي ممكن تقابلك جوه الكلاس. هل انت عندك ردود منطقية؟ هتقدر تتعامل مع المواقف دي؟ هتعمل ايه تحت الضغط؟ ايه فلسفتك في التدريس؟ بتتصرف ازاي مع الطلبة لو هم بيعملوا اي مشاكل؟ طيب عملت كده الفون انترفيو، عملت الفيس تو فيس انترفيو، ممكن يقابلك امتحان في الانجليش او امتحان في طرق التدريس. لان خلينا متفقين ان مش دايما عشان خاطر احنا معانا شهاده مثلا في الانجليزي بتقول ان احنا جايبين سكور عالي، ده مش معناه دايما ان الانجليزي بتاعنا كويس. لان في ناس بتعرف تذاكر كويس قوي، بتدخل تجيب سكور، لكن الانجليش بتاعها ممكن ما يكونش كويس قوي. فهو بيحب يتاكد بنفسه ان الانجليش بتاعك كويس، وان انت بتعرف تكتب الانجليزي بتاعك ما فيهوش اي مشاكل في الكتابه، في السبيلنج، في الجرامر او البانكتويشن. طيب ربنا اكرمك وعديت كل المراحل دي، ممكن تدخل بقى على مرحله الوحش اللي هي مرحله الديمو. دلوقتي الديمو ده هو عباره عن تمثيليه صغيره قوي. انت هتبقى بتمثل ان انت رايح تدرس، وهم هيمثلوا اللي هو الانترفيورز، يعني اللي بيعملوا لك المقابله بيمثلوا ان هم طلبه. فدلوقتي الموضوع بيبقى بسيط جدا. خلينا فاكرين ان دي مجرد تمثيليه، وان تدريس طلاب حقيقيين موضوع اصعب مليون مره. هم ليه بيعملوا الديمو ده؟ هم عايزين يشوفوك انت بتتصرف ازاي جوه الفصل، بتتعامل ازاي معاهم. هتلاقيهم بيعملوا اخطاء، احنا هنتكلم بالتفصيل عن موضوع الديمو لما تكون قاعد معاهم تتصرف ازاي. طيب دلوقتي لو انا رايح مكان كبير جدا واللي قاعد بيعمل لي الانترفيو ده حد متخصص قوي في اللغه وطرق التدريس، انا المفروض اخاف؟ لا طبعا، بالعكس. هو لما يكون متخصص ده في الغالب حاجه كويسه، لان هو كده ممكن يديك فيدباك. يعني ممكن يقولك والله انت عندك حاجات كويسه جدا تقدر تشتغل عليها، نقاط قوه تشتغل عليها، وعندك شويه تحديات المفروض تعدي بيها، او اللي هي الاريا اوف امبروفمنت، ايه النقط اللي المفروض ان انت تحسنها في التدريس بتاعك او في اللغه بتاعتك. فاحنا لو لقينا حد قوي جدا في المجال بيعمل لنا الانترفيو، دي حاجه تبسطنا. حاول تستفيد وتاخد الفرصه دي انك تاخد منه فيدباك. طيب انا دلوقتي بخاف ادخل ديمو، بخاف من الانترفيو، يبقى ايه احسن حل علشان خاطر ابطل اخاف؟ ان انت تدخل انترفيوز وديموز كتير جدا. حاول تقدم في كل الاماكن اللي تقع قصادك، علشان خاطر كل ما هتعدي بالخبرة دي اكتر كل ما هتبقى اهدى. طيب دلوقتي ربنا اكرمك واشتغلت في مكان، ما تنساش كل ما تجيلك فرصة ان انت تدخل انترفيو ديمو ادخل فيها. حتى لو انت شغال ومش ناوي تسيب المكان اللي معاك، ادخل بمعدل مرة في الشهر او مرة كل شهرين انترفيو ديمو، علشان خاطر ما تنساش. لان ممكن في نفس الوقت يجيلك عرض افضل، وبالتالي ان انت كده تقدر تنقل من مكان لمكان احسن. وحتى لو ان انت مش ناوي تسيب المكان، ممكن في يوم من الايام جربت تسيبه، ما تبقاش نسيت ازاي بتعدي بالخبرة دي، وبالتالي ترجع تخاف تاني وانت داخل. طيب انا دلوقتي خلاص داخل الديمو، اعمل ايه قبل الديمو واثناء الديمو وبعد الديمو؟